ويعيش في مدينة الخليل آلاف الفلسطينيين. إنها مدينة فريدة من نوعها، فهي المدينة الفلسطينية الوحيدة ككل، إذا وضعنا القدس الشرقية جانبا، والتي توجد بها مستوطنة إسرائيلية في قلب المدينة. إذن لديك 850 مستوطنا يعيشون في مركز مدينة يضم 180 ألف فلسطيني. لحراستهم لديك 650 جنديا مقاتلا على أساس يومي، وكنت واحدا من هؤلاء الجنود 650 لفترة من الوقت. إذن ماذا تفعل؟ أن تجعل وجودك محسوسا. كيف تبدو؟ لديك دوريتان عسكريتان، أحدهما مسؤول عن البلدة القديمة في مدينة الخليل، والآخر مسؤول عن الأحياء الفلسطينية المحيطة بالمدينة القديمة. وهذه هي وظيفتهم لجعل وجودهم محسوسا، حيث تبدأ دورية وردية الليل الخاصة بك من الساعة 10 حتى الساعة 6 صباحا، وتمشي لمدة 8 ساعات في شوارع المدينة القديمة، وتقتحم منزلا. إنه ليس منزلا، لدينا مخابرات حول المنزل. أنا الرقيب، أقود الدورية، أختار حول المنزل. اقتحم المنزل، أيقظ العائلة، الرجال في جانب والنساء في الجانب الآخر. ابحث في المكان. يمكنك أن تتخيل بنفسك الديناميكيات. ماذا يحدث عندما تقتحم عائلة في الساعة 2 ليلا؟ توقظ الجميع، تفتش المكان، تنتهي، تخرج إلى الشارع، تدق على بعض الأبواب، تحدث بعض الضوضاء، تركض إلى الزاوية الأخرى من الشارع، تغزو منزل آخر، أيقظ عائلتك، ابحث عن الخروج، اركض إلى الزاوية الأخرى من المدينة القديمة، منزل عشوائي آخر. وهذه هي الطريقة الأساسية التي تقضي بها نوبة العمل، التي تبلغ 8 ساعات 24 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع اعتبارا من سبتمبر 2000. عندما بدأت الانتفاضة الثانية حتى اليوم لم تتوقف ولو لثانية واحدة. نعم، الفكرة بسيطة للغاية يحتاجها كل فلسطيني ليشعر أن الجيش موجود هنا. نعم، أنت لا تعرف أبدا متى سنظهر، ومتى سنبدأ، ومتى سننتهي، وكم سنكون، وماذا سنفعل. إنه القيام بما نطلق عليه في الجيش لخلق شعور بأنك مطارد.